السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الذعر اللي موجود في الهند والوباء الجديد اللي موجود هناك. طبعا اللي فجر الموضوع دوت وأعلن عنه هي كانت جريدة التلجراف البريطانية، وهو دوت بخصوص فيروس نيباه القاتل. إيه فيروس نيباه القاتل وإيه اللي حصل في الهند وإيه الأوضاع هناك حتى الساعة؟ هنعرف ده كله دلوقتي. اللي حصل ان هو اكتشفوا ان في 2 ممرضات في المستشفيات الخاصة في الهند في ولاية البنغال اتصابوا بمرض نباه القاتل. دوت نتيجة لمخالطة لمريض كان موجود في المستشفى، وهو طبعا تم نقل الممرضتين على طول للعناية المركزة بعد ما ساءت طبعا حالتهم، وجات لهم حمى شديدة وضيق في التنفس وقيء ومشاكل زي كده. هو في واحدة منهم للأسف طبعا في غيبوبة. هو مرض قاتل، نسبة الوفاة منه عالية، عالية جدا، بتوصل لحد 75% من المصابين. وطبعا فرضوا حظر حجر صحي وحظر وتتبع طبعا لكل المخالطين ليهم، وفي المئات يعني اتحجزوا في الحجر الصحي من المخالطين. كان وصلوا إن هم فحصوا بتاع حوالي 180، بس ده من حد فترة قريبة كان 180، لكن دلوقتي وصلوا للمئات، وكان في 20 منهم اشتباه. طبعا دولة زي الهند أو بلد زي الهند طبعا من دول العالم الثالث، الإحصائيات فيها ما بتكونش دقيقة قوي، مش زي أوروبا طبعا وأمريكا، عشان ده شيء طبيعي في دول العالم الثالث يعني. لكن هو طبعا لازم الحرص والحذر، لأن المرض فتاك والمرض مش سهل، واندلاعه وانتشاره بيكون كبير. هو المرض ده بينتشر ازاي وبيجي من ايه واخر الاوضاع؟ طبعا اخر الاوضاع هنطلع نقولها لكم طبعا باستمرار في الفيديوهات كل ما يجد جديد ان شاء الله. لكن هو الفيروس بيجي طبعا من الخفافيش، خصوصا خفاش الفاكهة المصري، او الخفافيش اللي هي مصاصة الدماء، كمان ممكن عن طريقها بيتنقل كمان للخنازير. الموضوع بيوصل عن طريق الرذاذ، هو بينتقل من الحيوان للحيوان، ومن الحيوان كمان للإنسان، ومن الإنسان للإنسان. هي دي خطورته. والمسألة الأخطر كمان اللي هو من الإنسان للإنسان بيبقى عن طريق الرذاذ. هي دي المشكلة، إن هو بيعمل مشاكل تنفسية في الكحة وممكن معاها العطس، وبيبدأ زي الإنفلونزا كده، هو حاجة بسيطة. بس بعد كده هو الموضوع بيزيد وبيتطور. هو فترة حضانة المرض تبقى حوالي 14 يوم، ممكن تاخد من 4 أيام لحد 14 يوم، وممكن تطول شوية لحد 21 يوم. بس هو 21 يوم ده بيبقى فترة الحجر الصحي، عشان في بعض الناس الأعراض بتظهر عليهم متأخر شوية. زي ما قلنا، هو الشعور بالحمى أو ارتفاع درجة الحرارة الشديد، وضيق في التنفس، ومشاكل في الرئة، والقيء طبعا. وفي بعض الناس بيوصل معاهم لالتهاب أغشية المخ أو الالتهاب الدماغي، وتورم الدماغ كمان. والحالة دي طبعا بتدخل في غيبوبة، بتبقى في العناية المركزة. للأسف الفيروس ملوش لا فاكسين ولا ليه علاج. لا فاكسين، لا يعني ملوش لقاح ولا ليه علاج. طب الناس اللي بتدخل المستشفى بيعملوا معاهم ايه وايه طرق العلاج؟ هو دعم الدعم الحيوي بس، او دعم الانظمه الحيويه للجسم، والمسكنات اللي هي بتخفف الاعراض، الحراره والقيء وما الى ذلك. لكن هي مناعه الجسم هي رقم واحد في الفيروس دوت. طيب هو دلوقتي الوضع ايه؟ هو الوضع طبعا مشوب بالحذر جامد، بس التقارير برضو اللي بتطلع من الهند اكيد مش دقيقه، لان دي دوله من دول العالم الثالث زي ما قلنا. مسألة إن هو ممكن ينتشر ده احتمال وارد، يعني ربنا يكرم ما ينتشرش طبعا وما يزيدش. إن دولة زي الهند تاني أكبر دولة على مستوى العالم من حيث التعداد السكاني، فمسألة يعني انتشاره يعني هو احتمال وارد واحتمال كبير، لكن طبعا ستر ربنا في الأول وفي الآخر. خصوصا إن كمان طرق الطيران شغالة ما بينها وما بين الصين، ودي الكارثة الكبرى، ونيبال ودول شرق يعني جنوب شرق آسيا، ده التعداد فيهم كبير، زي ما بقول كده دول البلدان يأجوج ومأجوج، فالعدد فيهم كبير.
والموضوع بينتشر بالرذاذ، فهي دي المشكلة، وده اللي بيزود الخطورة. هو الانتشار بتاعه بيبقى عن طريق الأكل الملوث، طبعا الملوث بالفيروس دوت، وبينتقل زي ما قلنا من الخفافيش، وبينتقل كمان الخنازير، واللي ممكن من الخنازير للإنسان، ومن الخفافيش للإنسان. والمشكلة الأكبر ما بين الإنسان والإنسان ذات نفسه، اللي هو ما بين البشر عن طريق الرذاذ أو اللعاب كمان، أو سوائل الجسم زي العلاقات الزوجية. النقطة اللي هي الخاصة بالالتهاب الدماغي اللي هو ال AES، هو ده تورم الدماغ، وده المرض يعني برضو بيبقى قاتل، اللي هو بيسببه الفيروس نيباه. وده بيبقى أغلبيتهم للأسف في العناية المركزة، وده اللي بيرفع من نسبة الوفيات جدا. وهو ليه القدرة على الانتشار في البيئة الطبيعية، وخصوصا ما بين الوسط الطبي، وده اللي بيخليه كارثة طبية. لأن هو الموضوع زي ما شفنا قبل كده، هو في كورونا، إن الطاقم الطبي بيتصاب، سواء دكاترة أو ممرضين أو أي حد شغال في المجال الصحي، وبيتساقطوا وبيتعبوا، وفي نفس الوقت ما بيكونش فيه بدايل، فالطاقم الطبي بيتساقط. فالموضوع بيبقى حيوي ومؤثر جدا لما الطاقم الطبي بيتساقط، هي دي بتبقى مشكلة كبيرة. مبيبقاش فيه دعم طبي للمرضى. احنا قلنا احنا يا دوبك بنحاول نحافظ على الوظائف الحيوية، ان هو ملوش لا فاكسين ولا ليه علاج. هي دي النقطة أو المشكلة. وطبعا هنتابع كل التفاصيل الخاصة بيه وتطوره، بس ما توقعش ان احنا نحصل على معلومات مؤكدة غير من مصادر زي التلغراف البريطانية أو وكالات الأنباء الكبيرة، لأن المصادر الحكومية أكيد طبعا مش هتكون دقيقة، يعني هيكون في تلاعب ممكن شوية في الأرقام. دمتم طبعا بصحة وعافية، ولو في أي سؤال أو أي استفسار سيبوه لنا في التعليقات وإحنا نجاوب عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.